منيو النهارده قد ايه خفيف وظريف، مناسب جدا لما يكون عندك عزومه مفاجاه او تجمع اسري، وعاوزه تقدمي اكلات ما يكونش فيها خطوات ولا غلبه كتير. كمان هننظم وقتنا مع بعض وهقولك على افكار جديده بحيث ما تكونيش مضغوطه في اليوم ده وتقدمي احلى الاكلات لضيوفك. يلا نشوف هنعمل ايه، بس يا ريت نصلي على الرسول في الاول. يلا بقى جولة كده معايا سريعة. أول حاجة هشتريها في عزومة النهاردة اللحمة اللي هعمل بيها الكفتة المشوية. بروح دايما عند ماما اشتري اللحمة من عندها، أشهر وأقدم جزار هناك. بحب طعم اللحمة بتاعته جدا. انتي متعودة على جزار معين بتروحي تقولي له اسم الوصفة اللي هتعمليها، سواء كفتة مشوية أو لحمة ستيك أو لحمة خاصة بالخضار، بيديكي القطعية المناسبة للوصفة دي. هو سألني هتعملي ايه، قلت له كفتة مشوية على الفحم أو الفرن. قطع لي قطعية لحمة كده بالطول، اسمها لحمة ملبسة يعني بالدهون بتاعتها مش حمر قوي، وفرمها وشين وقال لي ما تضيفيش عليها ولا بوش ولا اي حاجه، وشوفي طعم صباع الكفته عامل ازاي. وقد كان احلى مره كلت فيها كفته مشويه. لاحظته فرمها اول مره ولم بايده ورجع على المفرمه تاني، وادي تاني وش في المفرمه. مهم جدا لازم تتفرم وشين. انا في عاده لازم اروح اشتري اللحمه او الفراخ، الحاجه تتقطع قدامي وتتفرم زي ما انا بعمل كده. رجعت البيت بعد ما جبت كل اللي انا محتاجاه، واول حاجه هنعملها مع بعض الكفته المشويه. هنزل بقى على طول باللحمه في البوله. طبعا لازم تتعمل من قبليها بليله. لكل كيلو لحمه مفرومه هياخد بصلايه كبيره كده حلوه او اتنين وسط. قشري البصل واغسليه وقطعيه في الكبه، ولازم يتفرم ناعم جدا ما يكونش فيه اي تكتلات. ما ينفعش اكل صباع الكفته الاقي فيه البصل باين. هنزل بقى بالبصل بعد ما اتفرم ناعم قوي زي ما انتم شايفين، وابدا اصفيه. طبعا ميه البصل دي انا هستخدمها لكم في ايه. اضغطي كده باي ظهر معلقه وسباتيولا واخد التفل بس اضيفه على كميه اللحمه اللي انا جبتها. برضو كيلو اللحمه هياخد معاكي نص ربطه بقدونس الورق بس. هتقطعي لي قطع صغيره ممكن بدون، بس هو بيديله تيست جميل. ما تزوديش منه عشان ما يغمقش لون الكفته. ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه وبيكنج باودر. وكان عندي ليا، هو الحقيقه الجزار قال لي ما تضيفيش حاجه عليها، بس لما بيكون عندي الليا وممكن تستغني عنها بضيفها. دايما بسيحها واحطها في علبه عندي، كنت مطلعه شويه كده بدرجه حراره المطبخ هضيفها. وعجنتها. دايما متعوده على اللحوم تحديدا اضيف جوز الطيب، بس الحقيقه في اليوم ده دورت ما لقيتش. لكن الحقيقه برضو قلت ايه هدور تاني، لقيت قطعه كده صغيره ربنا ما كسفنيش بشرتها. ممكن تستغني عنها او تنزلي برشه بسيطه من القرفه زي ما تحبوا، وتعجني اكنك بتعجني عجينه، وتسوي كده بايدك وغطيها بكيس تلاجة وسيبيها على التلاجة تتشمع ليله. جينا بقى اليوم العزومة، أول حاجة بطلع الفراخ من التلاجة أضيفها على رخامة المطبخ، ما تكونش ساقعة. بسيبها تهدى شوية كده ساعتين تاخد درجة حرارة المطبخ عشان ما تغيبش معايا أثناء التسوية. عملتها معاكم كتير، أسيب لكم اللينك في أول رابط في التعليقات إزاي تخليها وتعملي تتبيلة مميزة جدا للفراخ المشوية. كمان أنا مخصصة فراخ النهاردة في حلقة منفصلة بإذن الله هنزلها لكم، بس عشان حلقة النهاردة ما طولش مننا. هنرص الكمية كلها في الصاجات ما شاء الله، وتضيفي آخر حاجة رشة زعتر كده مجفف أو فريش، وادعوا لي بقى على التكة دي قبل التسويه مباشره. شوفي بقى ريحتها هتجيب اخر الدنيا. تكوني مسخنه الفرن من قبليها بشويه بربع ساعه، درجه حراره عاليه، وتسيبيها تستوي لحد ما تاخد اللون الجميل. ممكن تفتحي عليها الشوايه حبه صغيرين. يلا بقى نسيخ الكفته. طلعتها برضو من التلاجة، معلقتين كبار من الزيت على ميه البصل، هنبل ايدينا كده والزيت هنا يدي لمعه حلو قوي لصباع الكفته. ممكن بقى تسيخي على مسن السكينه، على سيخ في الشوك. مش عندك حاجه خالص يا ستي، هتجيبي المعلقه والشوكه، ده متوفره في كل بيت، تقلبيها وتسيخي عليها. المهم نعمل التفريغه من جوه بتاع صباع الكفته. شايفين بقى جميله ازاي. رصي بقى في الصاجات وندخل على طول الكفته تستوي. خلي سمك الصباع متوسط، لا سميك ولا رفيع، لانه لسه بينزل كميه دهون اثناء التسويه. خدوا بالكم يا جماعه، الكفته بتحتاج متابعه، يعني اقصى حاجه من تلت لنص ساعه وتطلعيها، ما تتكيش عليها لان ممكن تنشف منك. عزومه يعني مقبلات، ونوعيه المقبلات كتير، من ضمنهم السمبوسك وجلاش رولز بالحشوات اللي تحبيها. بس في حاجتين عاوزه اكلمكم فيها. عجينه السمبوسك ينفع ان هي تتلف من قبلها بليله لانها ممكن تتحمل، يعني لفيها عادي زي ما انا عملت كده وتاني يوم اقليه. لكن الجلاش عجينته رقيقه مش هتتحمل، لو عملتيه من قبلها بليله هيتكسر منك، فممكن تلفيه في نفس اليوم لو حابه تعمليه وتقليه على طول في ساعتها. حبيت بس الفت نظركم للموضوع ده. هبدا اقلي الكميه كلها واصفيها في مصفى وتحتيها طبق. شايفين بقى الكفتة بعد السوا وما شاء الله فاتحة معايا وليها مطة خطيرة، ولا غامقة ولا مسودة وناشفة ولا كل المشاكل اللي كانت بتواجهنا دي. ده بيعتمد على نوعية اللحمة ومدة السوا. هبدأ بقى اديها تست المشوي بقطع من الفحم وكمر عليه 10 دقايق، وارص الاكل على طول في الاطباق الفويل. في اليوم ده انا كنت عامله الاكل بره البيت فجبت الاطباق دي، بدأت ارص فيها الكميه كلها بتاعه الاكل اللي انا عاملاها، واجرنشه بطريقه شيك واخده معايا. اول حاجه غلفناها الكفته، تاني حاجه الفراخ استوت طلعتها على الشوايه 3 دقايق خدت لون جميل، وبرده ضفت فيها قطعه فحم وكمرتها برده عليها زي الكفته كده حوالي 10 دقايق ربع ساعه لحد ما خدت التست الجميل.
بشهاده كل اللي داق الاكل من ايدي شكروني عليه. الفراخ كانت جوسي وطريه مظبوطه جدا جدا في كل حاجه. هسيب لكم اللينك ان شاء الله زي ما قلت لكم في اول تعليق، وكمان الفيديو هجهزه لكم وانزله لكم. في نوعين من الرز بيتقدم في المناسبات اللي زي كده، الرز الاصفر البسمتي والرز اللي بالخلطه. بالنسبه لي التوب او ملك العزومات الرز اللي بالخلطه والمكسرات والكبد اللي انا عاملاه ده، هو ده الاقرب لقلبي ودايما بعمله في اي عزومه بتكون عندي. رصيت الرز في الطبقين وعلى الوجه الكبد، واخر طبق هيكون المقبلات اللي انا عاملاها السمبوسك وجلاش رولز. يا رب اكون افدتكم في حلقه النهارده وخدتي افكار لو عندك عزومه او عروسه جديده ازاي تنظمي وقتك وما تضغطيش ابدا في يوم العزومه وتقدمي وصفات بطريقه شيك وحلوه. اوعوا بقى تنسونا في خالص الدعاء ولايك وشير لو الفيديو عجبكم والاشتراك في قناتي على اليوتيوب. القاكم في حلقه جديده.